السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير يا رب إن شاء الله. ورجعنا لكم النهاردة بوصفة سهلة وبسيطة جدا، وهو إزاي تعملي طاجن الكابوريا بالبصل والفلفل والطماطم. مش هياخد معانا أزيد من ربع ساعة إن شاء الله في الفرن، وهيطلع معاكم اللوحة الفنية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا الكلام ده لكل عشاق السفود. اول حاجة هنجيب طاسة على النار ونحط فيها معلقة زيت مع معلقتين زبدة، او معلقتين زيت مع معلقة زبدة، ونبدأ ننزل بالكابوريا واحدة جنب واحدة. والكابوريا يا جماعة ما بتحتاجش تقليب كتير، بناخدها كده نرصها في الطاسة. احنا عايزين ناخدها بس ايه، تشويحة خفيفة كده، نخلي اللون بتاعها يغير، تدينا اللون الجامد اللي احنا محتاجينه. طبعا زي ما انا في معلومة عايز اقول لحضراتكم عليها، ان في كابوريا ذكر وكابوريا نتاية. الافضل ان احنا نختار الكابوريا اللي هي النتاية، اللي بيكون فيها حتة واسعة من تحت كده، والكابوريا النتاية الذكر اللي هي فيها خط من النص دي بلاش. الفرق بينهم الاتنين ان الكابوريا النتاية بتكون فيها بطروخ كبير، وبيكون فيها لحم اكتر، وبتكون محملة عن الكابوريا اللي هي الذكر. زي ما انتم شايفين هي دي الكابوريا بتاعتنا الذكر اللي احنا بنقولكوا عليها، شايفين سفيفه ازاي وخفيفه. انما الكابوريا النتايه حاجه بسم الله ما شاء الله كده، محمله مدملكه، واحنا عايزين الحاجه المدملكه اللي فيها لحم. كده احنا نزلنا بكل الكابوريا بتاعتنا في الطاسه، هنبدا ناخدهم تقليبه كده خفيفه عشان نديهم اللون ونعمل لهم الصدمه اللي احنا عملناها. هنا نزلنا بالثوم بتاعنا، وهنبدا ننزل بورق اللورا واكليل الجبل اللي هو الروزماري. معلقه هريسه بقى اللي قلبك يحبها، ومعلقه هريسه اللي قلبك يحبها. طبعا هنديهم تقليبه زي كده، شايفين لونها غير اهو. بدل السليق يعني كل الناس بتسلقها، احنا هنا لا، مش هنسلقها، احنا هنعملها بطريقه مختلفه والطعم هيعجبكم. هنجيب بقى شويه البصل، بصل برنواز وطماطم برنواز وجزر وفلفل رومي احمر وفلفل رومي اخضر. طبعا لو حابب يحط فلفل حامي ماشي، مش حابب تحط فلفل حامي براحتك. هنقلبها برضو تقليبه تانيه اهي، ونجيب بقى البهارات بتاعتنا نبهرها. هنضيف ملح، حطينا الكمون اهوت، ونحط فلفل اسود، نحط كزبره اهو. كده حطينا البهارات بتاعتنا كلها تقليبه كده اهو. وهنجيب بقى بقيه البصل والفلفل اللي احنا عملناه. هنحط بصل جوليان مع جزر مع فلفل اهو، ونديها ميه بقى سخنه بتغلي كده. احنا بنعمل طاجن ما بنعملش اهو. هنحط الميه المغليه، طبعا دي طريقة تانية غير المعتادين عليها خالص. طبعا حضراتكم لو حابين تسلقوها وتطلعوا وتعملوا طريقة السليق، هنجيب الكابوريا مع فصين التوم، هننزل عليهم بالكابوريا يتشوحوا مع بعض تشويحة خفيفة. بعد كده هنضيف المية السخنة، تسيبها تغلي لمدة 10 دقايق، وبعد كده لو حابة تصفي الشوربة تعملي بيها شوربة سفود، أو تعملي بيها رز صيادية، هتنفع معاكي في أي حاجة من اللي احنا قلنا عليهم دول. وهنا بعد ما زي ما انتم شايفين غلت معانا غلوتين، هنحطها في الطاجن مسخن مسبقا في الفرن لمدة 10 دقايق بالظبط. بسم الله بسم الله، كله كده في قلب بعضه يا جماعة. زي ما انتم شايفين حاجة بسم الله ما شاء الله. الطاجن ده احنا مسخنينه قبل كده، عشان شايفين الالوان بتاعتنا وجمالها وحلاوتها عامله ازاي. حاجه بسم الله ما شاء الله. طبعا هندخلها الفرن لمده 10 دقايق بالظبط، وبعد كده لما تطلع من الفرن نوريكم الشكل النهائي بتاعها عامل ازاي. شايفين يا جماعه بعد ما طلع من الفرن الطاجن الرايق ده عامل ازاي. حاجه بسم الله ما شاء الله تحفه، يعني كل اللي اخدته بالظبط اهو. شايفين الجمال، شايفين الالوان. طبعا لو حابين تطلعوها من الشوربه دي وتاكلوها كده عادي مفيش مشكله. حابين بقى تتبلوا الشوربه دي وتبهروها شويه ليمون بتاع
كده يعني، وتعملوا لها شويه صوص ماشي مفيش مشكله. طبعا في نهايه الفيديو يا جماعه بنقول لكم ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مع الشيف ابراهيم حسن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.